بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. أعتقد يمكن عدى عليكم فكرة أنا بحبك قوي بس مش معجبة بيك. إيه ده اللي هو إزاي؟ ببساطة لأنه أنا بحبك قوي دي الحب عادة بيكون من غير تفكير كتير. الحب كده هدية من عند ربنا، او زي ما في ناس بتقول الواحد بيبقى ماشي في حاله ولا له ولا عليه يلاقي حاجة اتخبطت في دماغه كده. بيبقى مشاعر بحتة، بس مش شرط يكون اللي انا بحبه ده انا معجبة بتصرفاته، انا معجبة بافكاره. يعني ممكن تلاقي اتنين بيحبوا بعض جدا ولكن ذوقهم مختلف في الاكل في اللبس، ردود فعلهم مختلفة، طريقة تفكيرهم في قضية معينة مختلفة. يعني في حاجات كتير جدا مختلفة بينهم، وده ما بيمنعش انهم يحبوا بعض. ممكن تكون مش معجب برد فعل اللي قدامك او بطريقة تفكيره في موضوع معين، مش معجب بتصرفاته ولكن بتحبه. الاعجاب عادة بيكون شوية له علاقة بالعقل، بالتفكير. انا بفكر هو انا معجبة بيه علشان ايه، علشان واحد اتنين تلاتة، علشان هو مثلا عملي، علشان هو حنين، علشان هو بيتصرف بطريقة معينة في مواقف معينة. فأنا في سبب. إنما الحب غالبا بالذات بالنسبة للستات بيبقى من غير سبب. فتخيلوا بقى لما حد يحب حد وفي نفس الوقت يكون معجب بيه. في الحالة دي بجد هيبقى حياتهم سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هلا سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.